أقول طبعا في كل مرة بعد الفصل لا تذهبوا بعيدا، ولكن اسمحوا لي أن أذهب بكم بعيدا، ليس بعيدا عن العاصمة، ولكن أنا نقول تقريبا نروح عادة نروح بعاد عن العاصمة، ولكن هذه المرة راح نأخذكم فقط إلى عاصمة التيتري المندية التي توجد بحر الأسبوع الماضي عاصمة للمسرح من خلال احتضانها لفعالية المهرجان الوطني المسرح الفكاهي الذي نجح في استقطاب الجمهور. فنحتفظ في ذاكرتنا جميعا أن الناس المندية ذواقين جدا للمسرح، عاشقين للمسرح، وفي نفس الوقت ستتوج عن قريب عاصمة لأحد أعلام الجزائر العظام الذين كنا شاهدنا سيرته ومسيرته في بداية برنامجنا. العلامة بن أبي شنب، هو مرتقى بن أبي شنب، تسبقه مسابقة سنعود طبعا للحديث عنها مع ضيفي السيد محمد بوكراس ممثل مديرية الثقافة لولاية المندية. مرحبا بك سي محمد. مرحبا، سعيد بلقائك. مرحبا، الله يخليك. أهلا وسهلا. طبعا تشاء الأقدار هذه السنة أن يغادر المسرح الفكاهي أو المهرجان الوطني المسرح الفكاهي مع مغادرة الجزائر لأحد رجالاتها الذين وهبوا نفسهم في سبيل التضحية والنضال، الرئيس الأسبق شادي بن جديد، وفي نفس الوقت رحل عنكم مسرحي معروف كان يشتغل معكم يعني في المحافظة وتوفي صباح الاختتام. نعم. السيد يوسف تومي أمين، نترحموا على أرواح كل شهداء الجزائر وكل رموزها وكل أبطالها، وأيضا نترحموا على فنانينها اللي غادرونا، يعني محمد بوليفة كذلك. محمد بوليفة الفنان القدير محمد بوليفة، وأيضا المسرحي القدير المهموم يعني بالمسرح، المشغول بالمسرح، اللي هو الفنان يوسف تومي أمين، اللي كان للأسف يعني كان رافقنا طيلة طبعات المهرجان، ومن اللي كان المهرجان فكرة في 97 أيام ما كانت الفكرة الاحتفال بعشرية وفاة الفنان الراحل حسن الحسني، كان من المبادرين إلى مع جمعية بن جنب لإحياء هذه السنة اللي أصبحت اليوم مهرجان وطني مرسم ومدعم من طرف وزارة الثقافة ومحطة ثقافية هامة في الأجندة الثقافية لولاية المندية، اللي كان رافقنا في كل طبعات وكان عاش معنا هذه الطبعة الأخيرة، ورغم المرض اللي كان يحمله ولكن أبى إلا أن يكون مع المنظمين والمشاركين، ويعني يخالطهم ويحتك بهم ويبادلهم الأفكار والآراء. وكان يعني إضافة إلى أنه هو ممثل بالأساس لأنه خريج معهد برج الكيفان دفعة 92، ولكن أيضا كان مخرج لعدد الأعمال المسرحية للكبار والأطفال، وكان مكون يعني اغلب الشباب تاع ولايه المنديه اللي مارسوا المسرح واليوم راهم في المعهد ولا راهم في المسرح ولا السينما تقريبا مروا على يده، لانه كان اشتغل في عديد الجمعيات المسرحيه والثقافيه في الولايه، وكان ايضا يبادر بالكتابه، يكتب نصوص ويشتغل ويكون الى اخره. يعني كان هذا الرجل مهموما بالمسرح، كان حديثه عن المسرح، ومات ايضا في عرس مسرحي وحضر الجنازه تاعو كل المسرحيين. نعم. كل المسرحيين اللي كان ربما هي سنة يعني الحياة والحياة تستمر، يعني حتى ولو غيب الموت عنا هؤلاء الرجال، ولكن أبدا لن ننساهم لأنه رحلوا ربما جسدا ولكن الروح باقية. محمد، وددتها فقط يعني في البداية كإشارة طبعا لكل قامات الفن والإبداع والنضال أيضا في هذا الوطن. كيف تقيم الدورة السابعة محمد، يعني دورة حسن الحسني؟ دورة المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي حسن الحسني، هذه الدورة السابعة اللي كانت من 2 إلى 7 أكتوبر الحالي، هي دورة متميزة، دورة ناجحة بامتياز. هذا ليس يعني حديث المنظمين وإنما حديث كل المهرجانيين سواء كانوا مشاركين أو جمهور. السبب هو أنه الطبعة كانت ثرية بالبرنامج المتنوع اللي فيه 8 عروض داخل المنافسة، يعني أزيد من 30 عرض خارج المنافسة، مشاركة نوعية لفنانين متميزين، تكريم أيضا كان متميز، وهذا من خلال استضافة الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني اللي كانت حاضرة ب5 يعني أعضائها اللي نتمنى لهم إن شاء الله طول العمر، وكانوا حاضرين معنا أيضا في منصة التكريم وحاضرين معنا أيضا في اليوم الدراسي والإدلاء بشهادتهم، وهذا كان ربما شيء مهم جدا لأن هذه الفرقة لازلنا لا نعرف عنها الكثير. نعرف بأنها تأسست في 58 وكانت القضية
كانت يعني وجدت من أجل تدعيم صوت الجزائر المسار النضالي والمسلح نعم تدوير القضية الجزائرية، ولكن ما زلنا لا نعرف عنها الكثير، ولازم نبادروا ونسارعوا لأخذ المزيد من المعلومات والمزيد من التفاصيل عن رحلة هذه الفرقة اللي جابت عديد عواصم العالم في مدة وجيزة، وقامت بأعمال ما زالت إلى اليوم خالدة. القصبة، أبناء القصبة، الخالدون، نحو النور، دم الأحرار، كلها يعني ما زالت في الريبرتوار المسرح الجزائري يعني راسخة ولا يمكن أن تنسى أن تغادره. نعم. إذا أيضا كان هناك يوم دراسي حول، لأنه كان طبعا الطبعة كلها مندرجة في إطار برنامج 50 الاستقلال. إذا حاولنا أن نعالج موضوع اللي هو دور الضحك كوسيلة مقاومة ضد الاستعمار. كيف استعمل الرواد هذه الأسلوب اللي هو الضحك والاستهزاء من الآخر، يعني هو المستعمر، والسخرية من سلوكاته ومن العسكر وما يقوم به، وأيضا استعمال الضحك لتعرية الواقع الاجتماعي اللي كان يعيشه الجزائري في ذلك الوقت ومحاربة الآفات الاجتماعية، ولكن عن طريق الفكاهة وعن طريق الضحك. هذا كان موضوع يومين دراسيين، يعني استفدنا من مداخلة 7 أو 8 أساتذة باحثين وأكاديميين جاءونا من مختلف جامعات الجزائر. أنا أقول محمد أن مدينة المدية هي مدينة نضال، ليست مرتبطة فقط بأسماء شهداء ومجاهدين، ولكن مرتبطة كذلك بالعلام محمد بن أبي شنب الذي كثيرا ما ناضل ورافع يعني في المحافل الدولية حتى بلسانه، خبر بلسانه العربي الفصيح، ولكن حتى بزيه التقليدي. أنتم فتحتم مسابقة على مستوى مديرية الثقافة تسبق الملتقى الذي سينظم عن قريب بولاية المدينة. نعم، في هذا الإطار وهذا بمبادرة من السيد ولي ولاية المدية السيد إبراهيم الراد، كان اقترح أن يكون هناك مسابقة وطنية يعني كبيرة فيها أربع أجنحة أو 4 مجالات للتنافس. المجال الأول هو الرواية، والمجال الثاني هو البحث التاريخي، والمجال الثالث هو الفنون التشكيلية، والمجال الرابع هو الشعر ببعديه الفصيح والملحون. وكانت أطلقنا هذه المسابقة في أكتوبر سنة 2011، واستمرت الدعاية لهذه المسابقة عبر الصحافة الوطنية، الإعلام الثقيل، التلفزيون، الراديو، الصحافة المكتوبة، المواقع الإلكترونية، المراسلات الإدارية. حاولنا أن توصل إلى أكبر نطاق ممكن، وهذا الشيء اللي يعني لمسناه من خلال المشاركة النوعية المتميزة اللي جاتنا من مختلف ولايات الوطن. تقريبا كل ولايات الوطن راهي مشاركة في هذه المسابقة، والأعمال متميزة والأسماء مهمة جدا، والعدد يعني حتى عدد كبير تاع مشاركين. وربما المغري في هذا هو أنه السيد الوالي كان أصر على أنه تكون قيمة الجوائز قيمة مرتفعة حتى نشجع الأدباء والباحثين والكتاب والمبدعين حتى يكونوا حاضرين على الإنتاج ويكونوا حاضرين بقوة. وهذا الشيء اللي يشجع ويعني ساهم في أنه يكون عند هذه المسابقة عندها صدى كبير. وحدينا يعني حطينا حد آخر أجل لاستقبال الأعمال المشاركة هو يوم 17 أكتوبر يعني الحالي، يعني بعد يومين راح يكون هو آخر أجل لاستقبال الأعمال المشاركة. وستشرع لجان تحكيم متخصصة مكونة من جامعيين لاختيار وانتقاء أحسن الأعمال اللي راح يتم تتويجها في الملتقى الدولي للعلامة بن شنب اللي راح يكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم إن شاء الله. إلى أن يحين نتمنى دائما الصحة والعافية لكل من يقوم على الثقافة ويقوم على الفن في هذا الوطن، وفي نفس الوقت نتمنى النجاح لكل من يقوم بإضفاء هذه صبغة كل أعلام الجزائر على الملتقيات وعلى التظاهرات وفعاليات. أشكرك سيد محمد بكراس ممثل مديرية الثقافة لولاية المدية حضورك في البرنامج. تحب تقول كلمة بمثابة يعني رسالة؟ نعم، احنا كما قلت ربما نزيد أشير فقط إلى أنه هذا الملتقى الدولي اللي راح يكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر هو سيتناول موضوع جديد على غرار العام الماضي. تناول العلامة بن شنب والتراث، سنتناول هذا المرة إشكالية جديدة مهمة جدا، وهي العلامة بن شنب والحداثة، وهي إشكالية ما زالت تؤرق العقل العربي إلى اليوم. راح يكون هناك ملتقى دولي فيه شخصيات عربية وجزائرية وحتى أجنبية تساهم في إثراء هذا البحث إن شاء الله. وراح يكون معنا طبعا تلفزيون حاضر إن شاء الله، وهكذا حتى نخدم هذا الرجل
ونخدم فكر هذا الرجل. يعطيك الصحة مرة أخرى سيد محمد بوكراس ممثل مديرية الثقافة لولاية المدية. الحديث كان حول ملتقى ابن أبي شنب المزمعي، طبعا تنظيمه في شهر ديسمبر إن شاء الله بعاصمة المدية، وفي نفس الوقت كانت لنا إطلالة على الدورة السابعة لفعالية المهرجان الوطني المسرح الفكاهي الذي أسدل الستار عليه الأسبوع الماضي. ما تبقى لي في الأخير لا نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. أتمنى أنكم عشتم أجمل اللحظات لحظات طبعا برفقة الخدمات الصباحية التي نقدمها. غدا إن شاء الله تلتقون مع زميل ماسين حامية لتنشيط فقرات وأركان البرنامج. أما أنا فألقاكم الأسبوع المقبل. قبل أن أغادركم، أبناء هذا الوطن في الماضي صنعوا ملاحم البطولات والنضال والتضحية من أجل الحرية والاستقلال، وأبناء هذا الوطن اليوم يصنعون ملاحم النجاح والتألق والمضي دائما قدما في مسيرة البناء والتشييد. ندعو دائما لوطننا بالأمن والاستقرار، ونقول دوما في قلوبنا دائما وأبدا تحيا الجزائر. تهنينا لمنتخبنا الوطني وتحيا الجزائر دائما. الجزائر دائما في قلوبنا. إلى اللقاء.